السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي، معاكم مستر محمد علاء. النهاردة في أول حصة معانا في المنهج هنشرح مع بعض وهنحل مع بعض. كل درس يا عم أنا مش هصعبه عليك، هيبقى متقسم معاك جزئين. أهم حاجة طالما بتشوف الجزء الأول تشوف الجزء الثاني، وطبعا هتشوف برضو فيديو الحل، علشان دايما احنا متفقين من أيام الفترة اللي فاتت اللي احنا اشتغلنا فيها أهم حاجة الحل من الشرح. يعني لازم تتفرج على فيديو الحل كويس قوي، ولازم تركز على كل حاجه انا بقولها هنا، والنوتس بتاعتك تشتغل. انا مش طالب منك اكتر انك تشترك في القناه وتتفاعل معانا، ولو في اي جزئيه انت مش فاهمها انا عينيا الاتنين ليك يا عم. ويلا بينا نشوف الدرس الاول بيتكلم عن ايه. يلا بينا بسم الله. قال لك عندنا الدراسات بتاعت اولى اعدادي بتتكلم عن ايه؟ قال لك بتتكلم عن اول درس للجغرافيا. ايوه يا عم، طب انا هدرس ايه في الجغرافيا؟ قال لك انت هتدرس قاره افريقيا، هتدرس الموقع بتاعها والمساحه بتاعتها، وبتطل على بحار ايه ومحيطات ايه، والاهميه بتاعتها الاقتصاديه والاستراتيجيه، وهل هي قارات من العالم القديم ولا من العالم الجديد الى اخره. وبعد كده هناخده نبذه صغيره عن التاريخ الفرعوني، وهنرجع للجغرافيا تاني هندرس تضاريس قاره افريقيا، وفي الاخر خالص هناخد لمحه صغيره عن التاريخ الاسلامي. ويلا بينا بسم الله. قال لك الدرس الاول بيتكلم عن قاره افريقيا، الموقع والكشوف الجغرافيه. الجزء الاول النهارده هنتكلم عن الموقع بس، والكشوف الجغرافيه هنتكلم عليها في الجزء الثاني. يلا بينا. ادي يا عم دي قاره افريقيا. طب ماشي، انا عايز اعرف القاره دي الاول قبل ما اشرح اي حاجه. اول معلومه عن قاره افريقيا ان هي من ضمن قارات العالم القديم. يعني ايه المعلومه دي يا مستر محمد؟ انا مش فاهمها. يقصد يقول لك ان كان في نوعين من القارات، قارات عالم قديم وقارات عالم جديد. ايه قارات العالم الجديد اللي احنا لسه مكتشفينها؟ زي امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، انتاركتيكا. وفي قارات العالم القديم يعني الانسان عايش فيها من زمان قوي، زي قاره اسيا، زي قاره افريقيا، وقاره اوروبا. يبقى لو جه سالني على قارات العالم القديم هم 3 قارات مفيش غيرهم، لاما قاره اسيا، لاما قاره افريقيا دي اللي احنا هندرسها الترم ده، لاما قاره اوروبا. طب يا عم ماشي، تعالى بقى نشوف القاره دي بتتكلم عن ايه. يلا بينا. اول معلومه قال لك ان قاره افريقيا من ضمن قارات العالم القديم. يعني هي مش من ضمن قارات العالم الجديد، لا، من ضمن قارات العالم القديم. قال لك تقع وسط قارات العالم، بتقع في النص، يبقى تقع وسط قارات العالم. قال لك طب دي من حيث المساحه انه اكبر، قاره اسيا ولا قاره افريقيا؟ قال لك لا، هي تاني اكبر قارات العالم بعد اسيا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اكبر قاره في العالم قاره اسيا، بعد كده قاره افريقيا. يبقى تاني، يبقى ان قاره افريقيا دي في المستوى الكام؟ في المستوى الثاني. المستوى الاول قاره اسيا، المستوى الثاني قاره افريقيا. طب تعالى يا عم نعرف المساحه. يلا بينا. قال لك مساحتها 30 مليون كيلومتر مربع، يعني 20% من مساحات قارات العالم. على فكره الارقام مهمه، ايوه مهمه. تتحفظ، ايوه تتحفظ. يبقى هي مساحتها 30 مليون كيلومتر مربع، يعني 20% من مساحه قارات العالم. طب يا عم ماشي، دي كده من حيث المساحه. تعالى بقى نعرف الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. يلا بينا بسم الله. قال لك ايه هو الموقع الجغرافي؟ قال لك ما المقصود بالموقع الجغرافي؟ لو جه سالك في الامتحان هتقول له هو الموقع بالنسبه لليابس والميه، ده الموقع الجغرافي. طب الموقع الفلكي؟ قال لك لا، الموقع الفلكي هو بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طب تعال نشوف. قال لك الموقع الجغرافي لقاره افريقيا، ادي يا عم قاره افريقيا. قال لك يحدها من الشمال قاره اوروبا، يبقى شمال قاره افريقيا قاره اوروبا، من الشمال الشرقي او من الشرق قاره اسيا. يبقى تاني هنا قاره اسيا، واللي فوق دي قاره اوروبا، تاني شمالا قارة ايه؟ اوروبا، وهنا قارة اسيا. طب تمام، تعال نكمل مع بعض نشوف الخريطة هنطلع منها بايه تاني. امسح دي. يلا بينا بسم الله. قال لك تقترب قارة افريقيا من قارة اوروبا من مضيق صغير هنا اسمه مضيق جبل طارق، عشان ده بيجي في الخرايط ياما.
تقترب قارة أفريقيا من قارة آسيا بحريا من مضيق اسمه باب، الله ينور عليك، المندب. وتقترب قارة أفريقيا من قارة آسيا بريا عن طريق شبه جزيرة إيه؟ سيناء. تاني عشان احنا عرفنا القارات، تعالى برضو نعرف أماكن التقارب. تقترب قارة أفريقيا من قارة أوروبا بحريا عن طريق مضيق جبل طارق. تقترب قارة أفريقيا من قارة آسيا بريا عن طريق شبه جزيرة سيناء، ما يضحكش عليك. تقترب قارة أفريقيا من قارة آسيا بحريا عن طريق مضيق باب المندب. طب تمام، تعال نكمل ونشوف برضو هنطلع ايه تاني من الخريطة. قال لك تعالى نعرف أماكن البحار. قال لك شمال قارة أفريقيا البحر المتوسط. طب يا عم من ناحية الغرب قال لك المحيط الأطلنطي، وبرضه هنا ده جزء من المحيط الأطلنطي بس مالكش دعوة بالجنوب. وقال لك من الشرق المحيط الايه؟ الهندي، ومن الشرق برضه البحر الايه؟ الأحمر. لو رخم عليك وقال لك من الجنوب الشرقي هتقول له هنا برضه المحيط الهندي عادي براحتك. تعالى بقى نتكلم تاني عن موقع قارة أفريقيا. قال لك الموقع الجغرافي. يعني ايه موقع جغرافي؟ قال لك هو الموقع بالنسبة لليابس والمية. طب حدود قارة أفريقيا، تعال نعرف الحدود. زي ما قلنا شمالا البحر المتوسط. طب البحر المتوسط ده يفصل ايه عن ايه؟ قال لك يفصل قارة أفريقيا عن قارة أوروبا. يبقى هو بيفصل قارة أفريقيا عن قارة ايه؟ أوروبا. طب يا عم قال لك جنوبا المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي. في الجزء ده محيط هندي عشان نعرف الغباء، وفي الجزء ده المحيط الأطلنطي. طب يا عم ماشي. قال لك وشرقا البحر الأحمر والمحيط الهندي يفصلها عن قارة آسيا. يبقى البحر الأحمر بيفصل قارة أفريقيا عن قارة إيه؟ آسيا. وخلي بالك أفريقيا، آسيا، أوروبا قارات عالم قديم. طب ناحية غربا المحيط الأطلنطي بيفصلها عن قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وخلي بالك أزيدك من الشعر بيت إن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية دول قارات العالم الجديد. تمام؟ طب تمام، تعال نشوف تاني اللي عندنا أهو. زي ما قلنا أهو تقترب قارة أفريقيا من أوروبا عن طريق مضيق جبل طارق. تقترب قارة أفريقيا من آسيا بحريا عن طريق مضيق باب المندب. طب لو رخم عليا في الامتحان وقال لي تقترب قارة أفريقيا من قارة آسيا بريا، هنقول له عن طريق شبه جزيرة سيناء. عن طريق شبه جزيرة إيه؟ سيناء. قال لك برضو منهج أولى إعدادي اختص بشبه جزيرة سيناء في بعض المعلومات لازم تكون أنت عارفها. أول حاجة تتصل أفريقيا بآسيا بريا عن طريق شبه جزيرة سيناء. قال لك دخل عن طريق شبه جزيرة سيناء لمصر وأفريقيا الكثير جدا من الثقافات. مش فاهم حاجة. يقصد يقول لك إن الهجرات العربية، العرب لما جم هاجروا لأفريقيا ولما جم مثلا يفتحوا مصر أكيد عدوا على شبه جزيرة سيناء. يبقى هنا لعبت دور حضاري، يبقى هي ساعدت على نقل الثقافات والحضارات. دي أهمية قال لك عندنا حضارية. قال لك وكمان حملات عسكريه. مش فاهم ان اي محتل في الدنيا سواء الهكسوس سواء اليهود لما جم احتلوا سيناء، اي غزو جه على مصر جه عن طريق شبه جزيره سيناء. عشان كده مصر دلوقتي بتحاول بتهتم بسيناء. طب اشمعنى؟ قال لك علشان ليها اهميه عسكريه. يبقى زي ما بنقول لك ان اهميه شبه جزيره سيناء بالنسبه لمصر اهميه عسكريه أهمية حضارية. يبقى تاني يبقى يقول لك عندنا أهمية شبه جزيرة سيناء بالنسبة لمصر وأفريقيا. أول معلومة معانا إن هي ليها أهمية حضارية. اللي هي إيه الأهمية الحضارية؟ ثم تأتي يقول لك ليها أهمية عسكرية اللي هو الحفاظ على الأمن الإيه؟ القومي. يبقى لو جه سألني عن الأهمية الحضارية هقول له حاجة واحدة بس، ساعدت على نقل الثقافات والحضارات. تاني لو جه سألني عن الأهمية الحضارية وسكت هنقول له بكل بساطة الأهمية الحضارية ساعدت على نقل الثقافات والحضارات، سواء بقى حضارات عربية. قال لك عندنا أي حضارة اتنقلت لمصر عن طريق شبه جزيرة سيناء يبقى دي أهمية حضارية. طب إيه الأهمية عسكرية؟ ساعدت على دخول الحملات العسكرية. يبقى دي أهمية عسكرية هي الأهمية الاستراتيجية. يبقى تاني شبه جزيرة سيناء ليها أهمية حضارية وأهمية استراتيجية. قال لي أهمية حضارية هقول له الثقافات.
ساعدت على نقل الثقافات وساعدت على نقل الحضارات. طب ثانية واحدة، لو قال الأهمية الاستراتيجية أو قال الأهمية العسكرية هنقول له الحفاظ على الأمن القومي. هنقول له الحفاظ على إيه؟ على الأمن القومي. طب تمام. بيجي لك سؤال مهم قوي، ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا؟ قارة أفريقيا موقعها متميز. ليه؟ اديني دليل. بتطل على بحر أحمر، بحر متوسط، محيط هندي، محيط أطلنطي. قال لك فأدى ذلك لأهمية اقتصادية، بتسيطر على طرق التجارة. يبقى أدى ذلك تحكمها في طرق الممرات الملاحية. يعني معنى ذلك إن هي موقع قارة أفريقيا لأهمية اقتصادية. يبقى ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا؟ أدى ذلك تحكمها في الممرات الملاحية، أو معنى ذلك إن ليها أهمية اقتصادية. طب تعالى نكمل. يلا بينا بقى نتكلم على تاني جزئية، الموقع الفلكي. ما المقصود بالموقع الفلكي؟ قال لك الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. بس كده؟ بس كده. قال لك اللي يهمني في الجزئية دي إن يمر، عايزين نعرف كم خط طول بيعدي على قارة أفريقيا وكم دايرة عرض. قال لك يمر بها خط جرينتش، يبقى ده خط الطول الرئيسي. وخلي بالك خطوط الطول بتساعدني في تحديد الوقت. يبقى بيمر بيها خط جرينتش وده خط الطول الرئيسي، وبيمر فيها 3 دوائر عرض رئيسية. الدايرة اللي فوق بنسميها مدار السرطان، والدايرة اللي في النص بنسميها دائرة الاستواء، واللي تحت خالص بنسميها الجدي. مهمة علشان الخرايط. تاني، شمالا دايرة مدار السرطان، في الوسط الاستواء، في الجنوب خالص قال لك الجدي. ممكن اسهلها عليك، لو جات لك كده، بص عشان برضو انت ما تتعبش وانت بتحل الخريطة. بص التركة دي مع بعض. لو جات لك نقط كده في الامتحان فوق، او جات لك نقط كده تحت، هتقول له هنا ده على طول كده، تقول له كده ده مدار السرطان، وهتقول له هنا ده مدار الجدي. طب لو جات لي تقيله خالص هنقول له دي دايره الاستواء. هو كده كده مش هيعرف يغيرها في الامتحان عموما يعني. تمام؟ يبقى فوق او تحت سرطان وجدي، وفي النص دايره الاستواء. يبقى بيمر بيها كام دايره استواء؟ 3 دوائر. قال لك عندنا كام دايره عرض رئيسيه؟ دائره الاستواء دي في الوسط، مدار الجدي في الجنوب، مدار السرطان في الشمال. قال لك طب تعالى بقى نفهم الحته اللي جايه دي. يلا بينا. قال لك عندنا تلتين مساحه قاره افريقيا في النص الشمالي. يعني يقصد يقول لك التلتين قال لك عندنا في نص الكره الشمالي. مش فاهم يعني يقصد يقول لك المساحه الاكبر فين في افريقيا؟ في الشمال. يبقى يقول لك تلتين مساحتها في نص الكره الشمالي. قال لك وتلت المساحه قال لك في نص الكره الجنوبي. يبقى النسبه الاكبر في نص الكره الشمالي. تاني سؤال عندنا مهم، ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي لقاره افريقيا؟ ثانيه واحده، احنا مستر محمد قال لنا من شويه يعني ايه موقع فلكي؟ هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طب يا عم تمام، يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. مش احنا اتفقنا ان خطوط الطول بتحدد الوقت؟ ايوه. ودوائر العرض ليها دعوه بالمناخ. الله ينور. فلما يبقى في دوائر عرض ياما بتمر بقاره افريقيا، ايوه اللي رد هتقول له ادى ذلك الى تنوع المناخ. الله ينور عليك. يبقى ادى ذلك الى تنوع المناخ. يبقى تاني، ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي لقاره افريقيا؟ والسؤال ده مهم قوي. هتقول له ادى ذلك لتنوع المناخ. طب لما يتنوع المناخ يتنوع النبات. مش فاهم. ما هو يا عم هل المحاصيل اللي في الشتاء محاصيل اللي بتطلع في الشتاء زي المحاصيل اللي بتطلع في الصيف؟ اكيد لا. فلما يتنوع المناخ يتنوع النبات، فتتنوع المحاصيل الزراعيه اللي احنا هنزرعها، فاكيد برضه هيتنوع الحيوان. يبقى ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي لقاره افريقيا؟ ادى الى تنوع المناخ، المناخ يؤدي لتنوع النبات والمحاصيل الزراعيه وكمان الحيوان. والسؤال ده مهم قوي قوي قوي. تعال بقى نعرف اهميه موقع قاره افريقيا. ليه اهميه استراتيجيه، اهميه اقتصاديه، اهميه حضاريه. الاهميه الاستراتيجيه والاهميه الاقتصاديه عشان تفرقهم مع بعض
لو سألني عن الأهمية الاستراتيجية أنا هذكر له المضايق اللي موجودة في القارة. طب لو سألني عن الأهمية الاقتصادية هقول له الممرات البحرية. هقول له الممرات البحرية اللي هو البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط الهندي والمحيط الأطلنطي إلى آخره. ولو سألني الأهمية الحضارية هنقول له الحضارات اللي موجودة في قارة أفريقيا. يبقى تاني لو قال لي بما تفسر الأهمية الاستراتيجية لقارة أفريقيا هتقول له تشرف على ممرات بحرية مهمة زي مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناة السويس اللي عندنا احنا في مصر. طب بما تفسر الأهمية الاقتصادية لقارة أفريقيا تتحكم في طرق الملاحة العالمية. ملاحة عالمية بحر متوسط، ملاحة عالمية بحر أحمر، محيط هندي، محيط أطلنطي. طب برضو يا عم الأهمية الاقتصادية برضو تنوع المناخ، وبالتالي يتنوع النبات والمحاصيل الزراعية وكمان الحيوان. يبقى لو جه سألني قال لك الأهمية الاقتصادية لقارة أفريقيا بما تفسر، أول حاجة تقولها تتحكم في الممرات البحرية، عشان ده بيساعد على إيه؟ الله ينور عليك، عشان ده بيساعد على التجارة. وبرضه اللي يساعد برضه على زيادة الأهمية الاقتصادية الموقع الفلكي. ليه؟ تنوع المناخ يؤدي ذلك لتنوع النبات، تنوع المحاصيل، قال لك عندنا وتنوع الحيوان. الأهمية بقى طبعا الحضارية، حضارة. قال لك يعني مثلا إن في أفريقيا ظهر فيها 3 حضارات، الحضارة المصرية القديمة بتاعتنا، وكمان حضارة الكوش، وكمان حضارة أكسوم، وحضارة قرطاجة. يبقى الحضارة المصرية القديمة دي ظهرت في أفريقيا، حضارة الكوشيين ظهرت في السودان، وحضارة أكسوم ظهرت في إريتريا وإثيوبيا، وحضارة قرطاجة ظهرت في تونس. وخلي بالك الحضارة المصرية القديمة والكوشيين والحضارة أكسوم ال3 دول حضارات زراعية. يعني إيه حضارات زراعية؟ يعني كانوا بيعملوا بالزراعة. أما الحضارة الوحيدة التجارية هنقول له دي حضارة قرطاجة. يبقى لو جه سألني عن الأهمية الحضارية هنقول له ظهرت على أرض أفريقيا العديد من الحضارات، زي الحضارة المصرية القديمة، حضارة الكوشيين في السودان، حضارة أكسوم في إريتريا إثيوبيا، والحضارة قرطاجة اللي في تونس. خلي بالك الحضارة المصرية القديمة في شمال أفريقيا، والقرطاجة برضو موجودة في شمال أفريقيا. طب تعال نكمل. قال لك تعالى بقى ناخد بعض المعلومات عن قارة أفريقيا. أكبر دولة في قارة أفريقيا دولة الجزائر. يبقى أكبر دولة في قارة أفريقيا دي التركات بتاعت الجزء الأول. أكبر دولة في قارة أفريقيا الجزائر. طب مصر تقع فين في أفريقيا؟ قال لك في الركن الشمالي الشرقي. قال لك تبذل مصر مجهودات كبيرة جدا علشان تسهل العلاقات بين مصر والدول المجاورة اللي موجودة في أفريقيا. طب يوجد قد إيه عدد دول عربية موجودة في أفريقيا؟ يوجد 10 دول قال لك عندنا عربية في أفريقيا. تاني يوجد 10 دول قال لك في أفريقيا دول عربية. يعني إيه دول عربية؟ يعني بتتكلم باللغة العربية. قال لك ويوجد في أفريقيا دول ساحلية ودول حبيسة. أنا مش فاهم الحتة دي يا مستر، مش صعبة شوية، هفهمها لك. تعالى بس نراجع الجزئية دي. يبقى أكبر دولة في أفريقيا الجزائر، تقع في الركن الشمالي الشرقي. ده أنه دولة مصر، ومصر بتبذل مجهودات كبيرة علشان تعمق الإيه؟ قال لك عندنا تعمق العلاقات اللي بين مصر والدول الأفريقية. ويوجد قد إيه دول عربية في أفريقيا؟ 10 دول. ويوجد في أفريقيا دول ساحلية ودول حبيسة. أنا مش فاهم، تعالى أفهمك. تعالى نرجع للخريطة من الأول. يعني ايه بقى دول ساحلية ويعني ايه دول حبيسة؟ قال لك دولة ساحلية يعني معنى ذلك ان هي بتطل على البحر. يعني ايه بتطل على البحر؟ يعني معنى ذلك ان هي تتصل بالعالم الخارجي. مش فاهم، تعال افهمك. قال لك يعني مثلا دولة زي مصر دي دولة ساحلية بتطل على البحر، عندها بحر متوسط وعندها بحر احمر. زي دولة الصومال، دولة برضو ساحلية بتطل على المحيط هنا الهندي. زي دولة المغرب، دولة الجزائر، ليبيا، تونس، موريتانيا، السنغال، غينيا، دي كلها دول ساحلية تتصل بالعالم الخارجي. اما الدول الحبيسة باينة من اسمها، يقول لك عندنا يعني دول داخلية محبوسة، يعني لا تتصل بالعالم الخارجي، ما عندهاش سواحل، ما عندهاش بحار،
زي دولة الايه؟ اللي تشاد، زي دولة النيجر، زي دولة مالي، زي دولة جمهورية افريقيا الوسطى، زي دولة الكونغو. كل دي دول قال لك عندنا كلها دول حبيسة لا تتصل بالعالم الخارجي، زي التشاد، النيجر، مالي، قال لك عندنا وفي دولة زامبيا وزيمبابوي. كل الدول دي دول حبيسة لا تتصل بالعالم الخارجي. يبقى الدول الساحلية قال لك عندنا تتصل بالعالم الخارجي، يعني تتصل بين قوسين بالبحار. قال لك وعندنا دول حبيسة اللي هي الدول الداخلية لا تتصل بالعالم الخارجي، زي دولة التشاد والنيجر. ده كده يكون الجزء الأول معانا. استنى الجزء الثاني عشان تفهم باقي الدرس، وأهم فيديو من ال3 فيديوهات اللي بينزلوا لك لكل درس، فيديو الحل أو فيديو الواجب. وقفت معاك أي حاجة، عايز تفهم أي حاجة، أنا هسيب لك رقمي تحت في الكومنتات واسأل براحتك، أنا عنيا ليك وهفضل معاك الترم كله. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.